كثيرا. دعونا نتابع لغة الجسد، النظرات، الكلام المستخدم. وزير خارجية مغربي حقيقي يتقن لغات عدة، تحدث معها في قلب دارها بالألمانية، وقالت له: وعدتك منذ لقاء الرباط، لأنها كانت عندنا في الرباط في غشت 2022، أن أتعلم بعض الكلمات في اللغة العربية. تعلمت 3، ولكن أعدك أن أتعلم أكثر. وبابتسامة، وصور في متحف وزارة الخارجية وفي أرشيفها كلها ابتسامة، على عكس ما كان في مؤتمر الصحفي مع عطاف. هنا أقول الدبلوماسية نعم فن الممكن وواقعية سياسية ومصالح ومنفعة مشتركة، ولكن أحاسيس. أنا إن لم أكن لدي علاقة معك طيبة لا تكون هناك كيمياء في اللقاءات، حتى ملامح وجهي ستكون رسمية. ولكن حين تكون هناك صداقة حقيقية بين شخصين رغم أنهما يتحملان وزر مسؤولية ضخمة، رئاسة الدبلوماسية في هذه الدولة أو تلك، يؤكد أننا لا نتعامل كأصنام حتى في العلاقات الخارجية ونأتي بشكاير ديال الفلوس. هاك خذ موقف مضاد، عافاك غير تصريح. عرفتي شنو؟ مكتب تأشيرات في تندوف غنردوه قنصلية إيطالية في تندوف. هزولات شوفوا السيبوريطا والبقوصة الألمانية. Ich werde auf Deutsch sprechen, Annalena. No, auf Arabisch. No, auf Arabisch. Ich werde auf Arabisch sprechen. أنا اليوم سعيد جدا بالتواجد هنا في برلين وبلقاء زميلتي وصديقتي أنالينا بيربورغ. مساء الخير السادة والسادة الكرام، معالي الزميل العزيز السيد ناصر. عربية، وشكرا، كانت الكلمة الوحيدة التي كنت أعرفها. تعلمت 3 كلمات إضافية منذ ذلك الحين، وأعلم من لقاءاتنا حتى الآن أنكم تتحدثون الألمانية بطلاقة. أنا كما يسمع الجميع علي أن أواصل التدريب على لغتي العربية. بدأ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة زيارته لألمانيا، حيث استهل الزيارة بالاطلاع على أول رسالة تعيين لسفير مغربي بألمانيا في ظل السلطان الحسن الأول والإمبراطور غيوم الأول. شاهدتم الحميمية في اللقاءات، شاهدتم السلاسة بالتحدث في اللغات. تحدث بالعربية، بالألمانية في ندوة صحفية، ومع الموظفة في الخارجية التي ربما تتقن الإنجليزية تحدث معها باللغة الإنجليزية، ولو كان هناك فرنسي لحدثه بالفرنسية. لا يشبه ذلك الوزير الذي جئتم به من الأرشيف. سفتورة مطلع مامرة وجبته من الأرشيف. وأنا لماذا قلت بالأمس في فيديو الأمس إن عدتم عدنا أعي ما أقول؟ لأنه اليوم بعد الزيارة التي قام بها السيد ناصر بوريطة إلى كل من إيطاليا وألمانيا هناك حملة مسعورة، حتى أن رئيسكم عبد المجيد تبون ولف وقيل المغرب مشى للبرتغال، لجنة رفيعة المستوى ذهب للبرتغال، سيذهب إلى ألمانيا بأوامر شنغريحة. ولكن صدقوني البروتوكول، اسمعوني مزيان، البروتوكول في الخارجية الجزائرية سيادة طاف، أولا تجنبا للمهزلة التي حدثت في روسيا، امنعوا عن الرجل الكحول، ومدرج الطائرة فليتدرب على النزول والهبوط، يعني يأخذ واحد ستاج تدريب، ينزل مرة يطلع مرة ليتعلم أين يمكن أن يضع الخطوات لكي لا يظهر بمشهد غير لائق. ثالثا الكلمة التي سيقولها أمام الرئيس الألماني، أمام وزيرة الخارجية، أمام رئيس الحكومة، اكتبوها. أمام المستشار الألماني اكتبوها. الناس دقيقين ماكينة، أنتم عارفينهم، من يصنع الأودي ويصنع المرسيدس ويصنع الصناعات التي تراها تجوب العالم شرقا وغربا، ناس دقيقين. امسحوا له كلمة اللي قال ده، بنشوفوها. الآفاق الواعدة للتعاون بين بلدينا في ميدان الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الأكسجين الأخضر. قال لك
ناس زمان قالوا شر البلية ما يضحك. شي باش كتبغي تقلد؟ أترى حين تحاول التقليد الأعمى ترى الغباء المستفحل؟ نحن لا نذهب ونقول أننا سنقوم معكم بشراكات في الطاقات البديلة عن عبث هكذا، ولا نقول بأننا سنقتحم قطاع السيارات كما فعلتم أنتم ومن ثم فلنقم بكيل الشتائم للمملكة المغربية ونقول بأنهم ينفخون الإطارات. مساء الخير الإطارات، لدينا هدف 2 مليون سيارة، سنصنع السيارة التي تعمل بالهيدروجين الأخضر مش الأكسجين الأزرق. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا التقليد الأعمى يقود إلى مطبات، إلى إجابات فيها الكثير من السخرية، واليوم الصحافة الأوروبية تسخر من هذا التصريح. فعلى العموم نتمنى إن شاء الله أن يكون هناك مخرجات، لأن الزيارة إلى ألمانيا تم التوقيع فيها على حوار استراتيجي ألماني مغربي. ألمانيا قوة أوروبية قوية جدا وجدا وجدا. حتى أنا بوريطة في ندوة صحفية قال كلام مهم جدا، قال أن التوجيهات الملكية السامية أن يكون في الفضاء الأوروبي، أن تكون ألمانيا شريكة أساسية في الفضاء الأوروبي، وألمانيا كما يعلم الجميع هي سيدة الاتحاد الأوروبي. وإيطاليا حين تقوم بتقديم عربون محبة عبر الحكومة الجديدة المملكة المغربية يدفع الجميع للتساؤل، خاصة في قصر المرادية، من تبقى؟ كما قال السفير الفرنسي السابق في الجزائر: ماذا تبقى لفرنسا؟ أنا أقول ماذا تبقى للجزائر في أوروبا؟ تمعنوا في هذا السؤال. بقيت فرنسا؟ صدقوني